مرحبا، خلونا نتفق مع بعض إنه سيد المقبلات الشامية هو تبل الباذنجان. شو رأيكم نعمل اليوم مع بعض نتبل باذنجان مشوي والمقلي بصحن واحد؟ فرحوني بالاشتراك بقناتي ويلا نبدأ سوا. بسم الله. هون عندي 3 باذنجانات صغار، ثقبتهم بالسكين وحطيتهم على عين الغاز على نار هادي لأشويهم. وهون عندي حبتين باذنجان قشرتهم وقطعتهم مكعبات صغار بهالشكل. بنغبرهم بشوية طحين لحتى ما يشرب زيت كتير. هذا الطحين الزايد بنتخلص منه حتى ما يرسي بطنجرة الزيت. وبنقلي الباذنجان، بعدين بنرفعه على ورق نشاف لنتخلص من الزيت الزايد. وهون عنا الباذنجان انشوى، بنحطه بوعاء وبنغطيه ربع ساعة لحتى تهدى حرارته ونقدر نقشره بسهولة. بعدين بنهرسهم بنضيف لهم سن توم مهروس، معلقتين لبن زبادي كبار، وحوالي ربع كوب طحينة. عصير نص ليمونة، ومعلقة دبس الرمان، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود. بنحط الباذنجان المقلي بزبدية صغيرة، بنضيف له شوية بقدونس، شوي حب الرمان، ممكن نضيف بعض قطع من الطماطم الكرزية الحامضة اختياري. وهون عنا معلقة دبس رمان ومعلقتين عصير ليمون، معلقة صغيرة ملح، وبنخلطهم مع بعض. نيجي هون لترتيب الطبق، رتبيه مثل ما بتحبي وعلى حسب ذوقك. عنا رشة من زيت الزيتون وبندوق. يا عين شي ناهي، جربوها ما بتندموا، كتير طيبة ومية صحة وهنا.